السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ اخباركم ايه؟ بصوا عادي الجمال المرة دي بقى فطير بطريقة مختلفة تاني خالص خالص عن الفيديو المرة اللي فاتت. المرة دي الفطير بصوا جماله، بص حلاوته، مورج ازاي حلاوته، ازاي كمية حلوة ازاي، وسهلة وطريقة سهلة خالص. وده يعتبر مشروع اللي انا شغالة عليه، الحمد لله بيدخلي دخل ومكفينا، الله اكبر. نحمد ربنا. وبطريقة سهلة خالص بعمل اكبر كمية واكتر كمية انا مطلوبة مني حسب المطلوب. انا كل اللي انا عملته ان انا هوريكي ازاي تعرفي تعملي صينيه زي دي بكيلو دقيق واحد بطريقه بسيطه خالص وسهله جدا. صلوا على الحبيب المصطفى، وان شاء الله يعجبك الفيديو خالص وتطلع منه ان شاء الله يا ست الكل تعرفي تعملي احسن مني كمان. بص الجمال، بص الحلاوه، الله اكبر. صلوا على الحبيب المصطفى، ما شاء الله. كل اللي انت هتعمليه اتفرجي على الطريقه سهله خالص وبسيطه من غير ما تستعملي العود بطريقه احترافيه او النشابه بطريقه احترافيه. كل اللي انت هتعمليه اهو. طبعا عشان توصل معاك العجينه للمنظر اللي انت شايفاه ده، اكيد في حاجات انا عملتها لما عجنت ولما قطعته هتعرفيها كلها، واستنيني في اخر الفيديو لما تعرفي كل الطريقه بالظبط. بصوا الجمال، بص خفيف ازاي، تقدر تعمل منه اكبر كميه واكتر كميه، والطريقه بتبقى مضمونه. يعني النتيجه مضمونه. يعني ايه؟ يعني انا لما اعمل فطير ببقى ضامنه ان هو طالع مفروض معايا، مورج معايا، ما شاء الله. نبدا ونقول بسم الله. ده كيلو دقيق واحد بس اللي انا هعجنه قدامك علشان بس تقدر انت تعمليه في البيت عندك. بس انا كان مطلوب مني شغل تاني فانا عملت اكتر، عجنت اكتر يعني بحيث ان انا اقدر اكفي الاوردر بتاعي. كل اللي انت هتعمليه طبعا عارفين النظام: معلقه ملح وثلاث معالق سكر، وبشويش كده بنزل بالميه وادعك في العجينه واحده واحده. اهو يا جميل، بص الجمال وبص الحلاوه، الله اكبر. هتشتغلي على العجينه علشان تشتغل معاكي وتريح حلو. بتعملي لها عرج من الاخر خالص. هو كل ده ملخص الفطير، سواء كان فطير مشلتت او فطير راس زي ما احنا هنعمله، او كمان اذا كنت هتعملي فطير محلي او حلو، او فطير ساده، او فطير محشي، اي حاجه انت عايزه تحشيها. هنسمع الحبيب المصطفى ونشتغل كده دحك في العجينه واحده واحده اهو، بكل بساطه بكل سهوله. وتمتعي واستمتعي كمان وانتي شغاله في نعمه ربنا، الله اكبر. اللهم بارك. بصي حته زيت كده وايه، دلعي العجينه معاكي عشان تفصل خالص وايه مبقاش فيها اي حاجه. واشتغلي واعملها عرج يا جميل. بصي حطي كمان، دوسي كمان، الله اكبر. كده بتشتغل معاكي وتعمل لك عرج حلو. يعني ايه عرج حلو؟ يعني العجينه تشتغل معاكي تبقى مطاطيه زي اللبانه زي ما انت شفتيها معايا في بدايه الفيديو اهو. بس انا كده خلصت، هسيبها تريح نص ساعة وبعد كده ابدأ شغل فيها. بس كده صعبة؟ لا صعبة، لا مش صعبة، سهلة جدا. يلا نبدأ. هقطع النص العجينة، هقسمها على مرتين. الصينية بتعمل لي 22 قطعة. لو صينية اصغر هيبقى عدد القطع اكبر حسب الحجم اللي انت عايزاه، وبراحتك خالص. تمام. بتقطعيها زي ما انت شايفه كده على نقطه زيت كده، عشان بس ليه الزيت بنحطه علشان ما تشجكش منك العجينه وتشتغل معاكي حلو وما تبقاش مقطعه. او كل اللي انا عملته ان انا ايه، جرست كده 10، وهم اللي هبدأ بيهم واشتغل واغطيهم باي كيس او اي قماشة عندك نظيفة انت بتستعمليها في البيت عندك تبقى نظيفة اهو. بس كده. ونبدأ واحدة واحدة. هنبص بقى على الطريقة ازاي. كل اللي انت هتعمليه حاجة بسيطة خالص، هتفرديها فردة خفيفة، مش هتوسعيها، يا دوبك اهو. هي مكورة بتدوريها اهو، تكة وتكة، بأي حاجة. مش شرط عود، مش شرط نشابة كبيرة، أي حاجة اهو. اهو بكل بساطة. أنا دي عصاية اللي معايا، أي حاجة كده هتشتغلي بيها اهو. تمام. هتفرديهم كده. طول ما انت بتفرديهم كده ان انت معنى كده ان العجينة بتريحها. بس لاحظي ان انا ما سبتش العجين بعد ما قطعته ان هو يريح تاني. انا قطعته بس لان انا كده كده عبال ما باخد منه هو كده كده بيريح. بس طبعا زي ما انا متعوده هقول لك على احلى نصيحه، وللامانه ما تعمليش العشرة كلهم مره واحده. انا قلت لك ان انا متمرسه فهقدر انجز بسرعه العشرة واعملهم. لكن انت اول مره بتعمليهم يبقى يكفي ليك ان انت تعملي 4 أو 5 بس. ليه؟ علشان ما تلزقش منك وهتملي وهتزهقي وتتعبي جو. انا مش عايزه. انا عايزه اديكي دافع وايجابيه ان انت ايه، تعملي حاجه حلوه تفرحك وتفرح اولادك كمان اهو. يبقى انت تعملي بس 4 وبالنشابه الحلوه الرولة دي على الاطراف بس. انا ما مسحتهاش، بصي التوسيع حته بسيطه يا دوبك فردت حاجه بسيطه. الحركه دي لما بتعمليها بتريح تاني معاكي العجينه. فعشان كده هتيجي تشتغل معاكي دلوقتي بطريقه جميله. ونصلي على الحب المصطفى. اتمنى الفيديو ان شاء الله يعجبكم، تطلعي بالطريقه دي تعملي احلى صينيه فطير. وشويه عسل وشويه جبنه بقى والله اكبر اي نوع سمنه كمان
مش شرط زبدة، ومش شرط يا زبدة يا تعملي سمنة كريستال يا جوت، اي حاجة يا جنة، اي نوع او روابط. بصي العجينة معاكي شغالة ازاي واتفردت بسرعة ازاي، عشان دعكتها حلو، عجنتها يعني حلو، عملت لها عرق، ريحتها، ولما قطعتها استريحت معايا كمان اهو. كده انت كل اللي انت هتعمليه هتمسكي واحدة واحدة اكنك بتعملي طبقات فوق بعض اهو. الله اكبر، بسم الله. بصي شغالة معايا والله بجد، انا مكررة المقطع ده اكتر من مرة وجايبه لك واحدة واحدة بجد، مش سايبة واحدة، علشان هو ده السر في ان الفطيرة تتفرد معاكي بالطريقة دي اهو. ما شاء الله، هتشتغلي واحدة واحدة الله أكبر لحد ما تخلص الكمية الأولى، وبعد كده تقطع الكمية التانية. في ممكن ده أعمله محلي، أعمل منه يعني محشي فول سوداني وجوزين وزبيب أو أي نوع مكسرات، وبعمله شربات ويبقى زي الجلاش وأحلى كمان. لكن المرة دي أنا عاملاه سادة. بصي أهو، أو تحشي لحمة مفيش مشاكل، بس تعملي صينية أصغر. مرة أعمل لكم إن شاء الله فيديو عن كده. بص خفيفة ازاي، بص بتتفرد معاكي بكل سهولة ازاي. وكل ما الصينية على فكرة كانت كبيرة كل ما هتدي طبقات اكتر، هتوسع معاكي حلو خالص، مبقاش في حاجة ملكلكة منك. وهي الطريقة دي مش هتديكي خالص لكلكة في العجين، مضمونة. يعني ايه مضمونة؟ يعني بتبقي ضامنة ان الفطيرة طالعة معاكي مفرودة ومورجة. والله اكبر. انا هنزل على الكمية التانية اخلصها اهو. بصي هتعملي نفس الطريقة واحدة واحدة. بصي شغالة ازاي معاكي، الله اكبر. طريقة سهلة، طريقة بسيطة، ومفيهاش دقيق كتير، بحيث ان طعم الدقيق هيبقى في الفطيرة، لا دي بتبقى جميلة ما شاء الله. انزل على باقي التانيين النص التاني وانا اقطعهم زي كده، وهغطيهم واعمل زي ما عملت في الاولانيين، وكده بتكون خلصت معايا الفطيرة اهو. بعد كده تدخليها الفرن، الله اكبر ما شاء الله، بتشتغل معاكي ما شاء الله وبتاخدش وقت اهو. انا بس حبيت اوريكي مشهد من فوق، بص ازاي اهو. فردة اتنين، فردة اتنين، ما بتعوجيش وما بتوسعيش اهو. بس لاحظي ان انا مستعمل الدقيق. بصي اهو بستعمل الدقيق ليه؟ علشان ما يلزقش منك. عشان كده انا قلت لك اعملي 4 أو 5 بس، وبعد كده كملي، مش هياخد منك وقت ما تقلقيش. صلي على الحبيب المصطفى. كده بنعمل في اخر جزء وفي اخر كمية. دي فطيرة واحدة انا حبيت بس اوريها لك، الطريقة سهلة خالص، والطعم جميل، وبتبقى مرجة من جوه وفعلا طرية والله اكبر عليها. بصي مفرودة ازاي، حاجة كده تفتح النفس وسهلة. مش عايزة لا تبقي محترفة ولا متربية في بيت ارياف وفلاحين وتعرفي لها، اي حد ممكن يعمل الطريقة دي، وممكن تعمليها باي حشو انت عايزاه او تعمليها سادة اهو. ما شاء الله. بص انا بس اوريكي اتفردت بسهولة ازاي معايا من غير مجهود. صلى على الحبيب المصطفى، ويا ريت ما تنسيش الاشتراك في القناة وكمان لايك للفيديو. بصوا اهو، الله اكبر. حاجه بصح بتستاهل ان انت تتفرج عليها، وبتستاهل ان انت تجربيها. اتمنى ان انت تجربيها بطريقه حلوه. يا ريت اللي جربها يقول لي فعلا يا ام مصطفى انا عملت معاكي الفطيره بالطريقه اللي انت قلتيها وعجبتني خالص. بص الله اكبر، بتدخليها الفرن وما شاء الله عليها. انا ممكن تسيبيها او ما تقطعهاش براحتك، بس انا بفضل ان انا بقطعها كده. بصوا الله اكبر. صلوا على الحبيب المصطفى بعد ما طلعت من الفرن، الله اكبر. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وان شاء الله يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.